الاهلي، سواء اعلامي او سوشيال ميديا او اي شيء، وهاتيلي واحد يعني ما بيشتمش في الاهلي من اعلام الزمالك او السوشيال ميديا الزمالك، او يفكروا ان هم يعني عاملين دويتو على الاهلي. الزمالك كل ما يحصل مشكله يقول لك ده بيراميدز ابن عمنا، ده المصري ابن خالنا، ده الاسماعيلي ولاد ستنا، مش عارف. فاحنا بس كان حابين نرد على الاستاذ احمد سالم النهارده، نقول له يا ريتك لو انت على راسك بطحه ومتاكد ان امام عاشور قال اي حته تانيه، راجع انت عندك تاريخك في لعيبتك. على الكابتن احمد سالم يراجع تاريخه في لعيبته. يا كابتن احمد يا سالم المتحدث الرسمي نادي الزمالك، راجع تاريخ لعيبتك في النادي عندك. لا، راجع تاريخ لعيبتك. مش هقول لك احنا ما يفرقش معانا عقوبات الزمالك على لعيبته او ما يعني الكلام ده ما يفرقش معانا في شيء. بتعاقبوا ليكم، ما بتعاقبوش على دماغكم. انما احنا اللعيب اللي عندنا لما تيجي تقول يا كابتن عادل القيعي اللعيب جه عندكم ربطوه، اتربى. لما اللعيب غلط انضرب على ايده. والكابتن محمد صلاح قال له، كابتن محمد صلاح لاعب الزمالك، قال له لو انت على يقين ان انت في النادي الاهلي اعرف ان دي الغلطه الاخيره ليك، لان الاهلي ما بيصبرش على لعيب بيغلط كتير. الاهلي في عز ما الزمالك يا امامي عاشور رماك، الاهلي خدك في حضنه. تمام. والكابتن احمد سالم بيقول لك اصل امام عاشور ما شتمش ولا ضرب. لا، الكابتن عندنا، اذا كان انت الكابتن عندكم اصلا بلطجي، ولما واحد بيعمل له كده كده اهو تلاقي الجنونه اشتغلت. تمام. يا احمد يا سالم خليك في حالك، خليك في جوزك لما نعوزك، واستلم الحلقه. انا بقول لك اهو، اتفرج على حلقه كابتن عادل القيعي وابراهيم المنسي ليك على الحلقه الجايه، بس ما تزعلش، ما ترجعش تزعل يا احمد يا سالم من الكابتن، من المهندس عادل القيعي والاستاذ ابراهيم المنيسي. ما ترجعش تزعل من اللي هيعملوه فيك الحلقه الجايه. وتاني وتالت وعاشر، نطالب عقوبات وخصومات على لعيبه النادي الاهلي بسبب الاداء الهزيل. ولازم أن يكون في شده وجلسه مع كولر ويشدوا يعزموه، لان احنا داخلين على بطوله قويه جدا. هنلاعب اورلاندو في جنوب افريقيا، ونرجع نلعب ماتش الدوري، واللعيبه كده كده دماغها مش معاها اصلا من دلوقتي عشان الانتر كونتيننتال. لما نروح قطر يا جماعه يبقى نركز براحتنا. لما نروح قطر نبقى نركز براحتنا. احنا عايزين دلوقتي نركز في الدوري. خلاص، ايه في صفحه الدوري النهارده، ونركز في صفحه دوري ابطال افريقيا عشان نصعد بدري بدري. مش هنقعد نقول كل حاجه بدري بدري يا جماعه وفي الاخر نقعد بتضيع مننا. مش هنقعد نقول على كل حاجه نصعد بدري بدري ونضيع. مش هنقعد نقول نركز في الدوري بدري بدري والدوري يضيع. مش هنقعد نقول نركز في الانتر كونتيننتال. احنا دلوقتي خلاص بعد اداء النهارده واداء ماتش الافريقي، الماتش استاد ابيجان اللي فات، وقبله ماتش الاتحاد، والله اعلم ربنا يسترها علينا هنعمل ايه مع اورلاندو بايرتس الماتش الجاي. لا كده ما عندناش امل ان احنا نصعد نلعب ريال مدريد. ما عندناش بالمستوى اللي احنا شفناه في الثلاث مباريات دول، ما فيش امل ان احنا نلعب ريال مدريد. خلاص ما تصدقش. لما فرقه بوتافوجو نازله الملعب ناقصه واحد، بتلعب 10 لعيبه لمده حاجه و90 دقيقه او حاجه او 100 او 100 دقيقه تقريبا، وبيكسبوا 3-1، لا يبقى الفرقه مش سهله، يبقى الفرقه دي مش طبيعيه. وهتلاعب باتشوكا يا سيدي، هتلاعب باتشوكا المكسيكي وهتاكلها 100%. هتاكل باتشوكا المكسيكي 100%، هتاكل باتشوكا المكسيكي وهتجيلنا. فاحنا لازم نبقى رايحين مركزين. وتاني رجاء من الكابتن محمود الخطيب، سفر البعثة بدري 4 أو 5 أيام لأورلاندو بايرتس عشان ما نغلطش غلطة صن داونز، لأنهم برضو هيصطادوا في الماء العكر وهيلعبونا الساعة 3 الظهر. فرجاء ان احنا نسافر 4 أو 5 أيام بدري، ما نسافرش قبل المباراة بيومين. ورجاء عقوبات على اللعيبة، ورجاء وجودك في التمرين بكرة عشان تعنف اللعيبة.
يا كابتن يا